مساء الخير عليكم يا حبايب قلبي منورين قناتي. ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله قصة النهاردة هتعجبكم قوي. انا اسمي مروة، عندي 35 سنة، متجوزة. المشكلة ان جوزوني الواحد غلبان ملوش في اي حاجة، ملوش في غير انه هو يشتغل وياكل وبس. انا اتجوزته علشان نفسي اعيش الجواز زي اي بنت، ويبقى لي بيت واعيش رومانسية وعلاقة زي اي حد، اجيب طفل اخلف العبه ويلعبني. بس للأسف كل اللي حصل انه هو جواز على الورق وبس، يعني بالشكل ده عمري ما هخلف. جوزي حتى العلاقة تعبان فيها جدا، ما بيقدرش يعمل غير بالمقويات. المشكلة ان الحرارة دايما عنده نازلة والعلاقة تعتبر منعدمة. وكنت عايشة معاه في بيت العيلة، كنت دايما بيخلوني أشتغل في البيت وفي تربية المزرعة وتربية المواشي والطيور، كان حيلي بيتهد. وهو كمان كان دايما بيشتغل في الأرض والزرع والكلام ده، وكان برضه حيله بيبقى مهدود. بس كل الرجالة بتشتغل كده وعادي، وبينزلوا بالليل وبيعملوا كل حاجة مع مراتاتهم. وحياتي مشيت على المنوال ده فترة طويلة جدا. وفي يوم من الأوقات كان الوقت الظهر، أخو جوزي بيفضل في المزرعة في الوقت ده وبيرجع على البيت بالليل. مرات أخو جوزي جات ليا وقالت لي أنا هروح المزرعة أودي الأكل لجوزي سيد علشان مش جاي الظهر، هيجي بالليل، ياريت تروحي معايا. قلت لها لأ. قالت لي تعالي معايا علشان تونسيني وعلشان ما اروحش لوحدي. قلت لها لأ، أنا مش قادرة لأن جوزي جاي. وفعلا خدت الغدا وراحت. جوزي في الوقت ده طبعا جه من الشغل وقال لي روحي المزرعة لأخويا سيد وقوليله إن أنا مش جاي النهاردة العصر تاني لأني تعبان وعندي ألم في ظهري، وياريت تيجي علشان تدهنيهولي يمكن يخف شوية لأنه بيوجعني جدا. وأخوه سيد في الوقت الظهرية ده بيقعد في العشة هناك في الزرع. وقلت لجوزي لسه مراته كانت هنا، ياريت لو لحقتها كنت قلتلها ان انت مش رايح تاني. واضطريت ان انا احضرله الغدا واروح على الارض، ولبست هدومي ورحت علشان اقول لاخوه ان اخوك مش جاي النهاردة الظهر وهيجي بعد العصر او مش هيجي خالص. رحت وصلت الارض هناك ورحت علشان ادخل العشة علشان اقوله الكلام ده. أول ما جيت أقرب من العشة سمعت أصوات غريبة، سمعت صوت أهات، وسمعت الأهات دي طالعة من واحدة ست، أهات شكلها غريبة مش أهات وجع. قلت ايه ده، هو في واحدة ست هنا ولا ايه؟ بقرب من العشة سمعت كلام غريب جدا، كأنه واحد وواحدة في أوضة نوم، مش قاعدين في الزرع وأي حد ممكن يعدي عليهم. والست دي عمالة تقوه وتصرخ وتقول خلص أنا مش قادرة، رجليا وجعتني. قمت قربت أكتر من العش علشان أشوف ايه ده. شفت مشهد خلاني دخت، خلاني أتحسر على عمري اللي راح، خلاني أتحسر على نصيبي اللي أنا مشوفتش منه أي حاجة. وأنا واقفة ورا العشة شفت أخوه وهو ومراته كانوا نايمين مع بعض. والمشكلة انهم قعدوا فترة طويلة جدا وهو قاعدين مع بعض، كانوا بيعملوا علاقة مع بعض في العشة، مش مستنيين لما يرجعوا بالليل. امال انا اعمل ايه؟ لا لحقة في العشة ولا لحقة في الأوضة ولا لحقة في اي حتة. ونادى عليها وكانت اهاتها فعلا عالية جدا واي حد معدي كان هيسمعه، وهي كل شوية تقوله كفاية مش قادرة، انا عملت فيك ايه؟ حرام عليك، سيبني، خلينا بالليل في بيتنا. وبفكر في نفسي وفي حالي، بيجوزوني واحد بس بيشتغل ولا عارف أكل، ملهوش غير في الأكل، ولا عارف يعمل أي حاجة معايا، حتى الخلفة حارمني منها. ويوم لما يهديه ربنا ويعمل معايا حاجة بيبرد ناره هو وبس ويسيبني أنا. ولما خلصوا ناديت عليهم وعملت نفسي تو لسه واصلة. ردت قالت لي تعالي أنا هنا. وفعلا دخلت العشة لقيتهم قاعدين عادي. ورحت قلت لسيد انت اخوك بيقولك ان هو تعبان النهاردة ومش هيقدر يجي. قعد يتكلم ويقولي ليه مش هيجي وكده. قلتله علشان ظهره بيوجعه.
رد عليا بكل بجاحة وقال لي طيب خفي عليه بالليل علشان لما يجي هنا الأرض ما يجيش يشتكي من ظهره. قلت له بكل حرقة أخف عليه من إيه، هو أخوك بيعمل حاجة أصلا؟ واتحركت جدا من كلمتي. وفعلا روحت أنا مراته، وقالت لي يا ريتك جيتي من الأول معايا. قلت لها ليه؟ قالت أخو جوزك نكد عليا، يا ريتك كنت جيتي وكنت لحقتيني من اللي حصل لي. قلت لها ليه؟ قالت لي هو بيحب يستفرد بيا، عشان كده قلتلك تعالي. قلت لها هو حد يكره؟ ضحكت وقالت بس أنا خلاص تعبت جدا من الموضوع ده، مش قادرة استحمل تاني. هي كانت بتتكلم وأنا كانت دماغي في حتة تانية، يعني أنا لا خلفة ولا علاقة ولا حياة كريمة. وبعد أسبوع من اللي حصل ده، في يوم كنت رايحة الأرض أودي الأكل لأن مراته كانت في زيارة لأهلها. لقيته قاعد في العشة كالعادة، وجوزي كان قاعد في البيت. لقيته زي ما كان قاعد المرة اللي شفته فيها هو ومراته. قلت له ايه؟ أول ما سألني قال لي هو ايه الكلام اللي انتي قلتيه المرة اللي فاتت لما كنت بكلمك من جوه العشة؟ قلت له كلام ايه؟ ما تفتحش في اللي راح، اللي قلته واللي حصل حصل. قال لي اللي مش بفتح، بس ايه معنى كلامك أخوك مش بيعمل حاجة؟ قلت له عادي، يعني نوم وأكل وشغل وبس. أنا بس مرة واحدة ساعتها لقيت نفسي بعيط وحموت نفسي من العياط، كنت منهارة. فجأة لقيت أخو جوزي بيقرب مني وبيقول لي معلش، بيطبطب عليا بطريقة كانت كأنها تحسيس مش طبطبة. حسيت إن هو بيحسس في جسمي وبيستثار عليا. أنا ساعتها حسيت إن الشيطان بيقول لي سلميه نفسك، طلعي اللي جواكي، انتي محرومة، خليه يريح بالك، خليه يعمل معاكي. من جوايا بقول لنفسي لأ حرام، وفي حتة تانية بقول لنفسي هقعد محرومة كده كتير، فيها ايه يعني؟ طبعا أنا عارفة إن ده غلط، بس الصراع ده جوايا وهو عمال يحسس عليا، والرغبة اشتدت عندي جدا. وفعلا قعد يحسس عليا لما جسمي كله قعد يرخي، ورحت شادة نفسي وما حسيتش غير وانا ماسكة ايديه. كان كل إثارة، كان مولع قوي، تقريبا علشان مراته ما كانتش موجودة، مش عارفة، أو هو كده على طول. وفعلا شدني على الأرض ونزل عليا تحسيس لما خلاني سلمت نفسي ليه على الآخر. وقلت له خليك معايا، واشتغلت أهاتي تطلع وكأني عروسة في أول يوم. كان عندي نقص جامد جدا، طلع كل الكبت اللي جوايا. مشيت من الأرض وسبته، ولحد دلوقتي مش عارفة ايه. أنا واحدة متجوزة على الورق وبس، الواقع مفيش، عايشة كأني عايشة مع أخويا وبس. وحتى لما يحن عليا مش بيكمل معايا، يعمل اللي هو عاوزه خلاص، وأنا مش مشكلة. أنا من جوايا كأنه بيفور البركان ويسيبه من قبل ما ينفجر. عايزة اتطلق منه لأني مش متحملة العيشة دي، وخايفة أدور على حد تاني علشان يريحني وتبقى نفس المشكلة موجودة. قولولي